دوش بحاجة وحدة، ودرت معاه ملعقة كبيرة نتاع لا مارغرين وثلاث ملاعق نتاع الزيت. نروحو الآن لي زيبيس واش درت شوية نتاع الملح، شوية فلفل أسود، شوية نتاع زنجبيل، درت عود نتاع القرفة وملعقة صغيرة نتاع راس الحانوت، ونحرك كامل هاد المكونات مع بعض ونخلي هذاك طرف الدجاج حتى يتخلى لي مليح. وهنايا جبت حبة نتاع البصل قطعتها هكداك قطع صغيرة شوية، اللي تحب ترحيه هي البنات في الأشواط ترحيه، بصح ما ترحيش كيما الماء، تخلي شوية فيه نتاع الروح فيه هذاك البصل، ونضيفو لهذاك الدجاج ونخليه تاني يتقلى مليح. ومن بعد نجيب الحميصة، هنايا يا البنات الحميصة نتاعي راهي طيبة كما تعرفوا كامل. الدجاج ما ياخذش طياب بزاف، بالخف يطيب تمتم. لازم ديروا الحميصة تاعكم تكون طيبة، ولا درتوها ماشي طيبة تاخذ لكم الوقت بزاف باش تطيب لكم. وهنايا بعد ما غليت شويه نتاع الماء ضفتها لهذيك الطاجين. هنايا لازم تكون الماء تغلي يا البنات، وهنايا كيما راكم تشوفوا راني ضفت حوالي لتر ونص نتاع الماء. ما ديروش بزاف باش ما تكونش المرقه تاعكم شورورو، ما كاش خطرش حاجه بزاف طيب، غير شويه نتاع الدجاج والحميصه، اما لا ما ديروش الماء بزياده. وهنايا بعد ما كملت غطيت عليها وخليتها باش تطيب. وانايا نروح نوجد البسباس نتاعي. هنايا خذيت حوالي كيلو نتاع البسباس، نحيت لها كامل هذوك الشوائب اللي فيها، كل حبه نتاع البسباس قطعتها على 4. وهنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما خليت هذيك الطنجره نتاعي طابت لي نص طياب، ونروح نضيف هذاك البسباس. البسباس يا البنات تخليو حوالي 10 دقائق خلاص.